انا هدفن الرجل هنا مع البنت اللي في القبر ده، واللي يحصل يحصل بقى، ما انا مش هرميها في الشارع يعني. راح يدفن رجله اللي اتقطعت في قبر البنت اللي المفروض انه قال انه كان بيساعدها، ولكن لما دخل حصلت له حاجة جوه القبر بجد تشيب الراس. كملوا معايا لحد اخر الفيديو علشان تشوفوا ايه السر ورا البنت، ويا ترى عمل معاها ايه، وايه اللي وصله الموضوع بتر الرجل. قصة غريبة وحقيقية واحداثها كلها حقيقية، هنكملها سوا مع بعض، لكن مش قبل ما كلنا في التعليقات نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جالي اتصال من المستشفى علشان اروح اغير على جرح بنت مريضة كانت من البلد بتاعتي اللي انا عايش فيها. اللي كلمني كان والدها، عرفني ان هو موجود في الشغل وقال لي روح لحد بيتي، مراتي موجودة هناك هتفتح لك الباب وادخل وشوف الجرح بتاع بنتي. انا بصراحة بيني وبينكم استغربت، لان اهل يعني اغلب اهل القرية الرجالة متحفظين شوية، فازاي هو كراجل يقبل يدخل راجل غريب بيته في عدم وجوده؟ بس بصراحة توقعت ان ابنه ممكن يكون موجود مكانه، لكن لما روحت لحد البيت ما كانش فيه حد موجود غير مراته وبنته المريضة. فتحت لي الباب، واول ما فتحت كان شكلها ست غريب، شكلها صعب جدا، ست كده اول ما تشوفها تحس ان هي ست متسلطة وشديدة، جسمها مليان، نظراتها حد وصعبة، طريقتها كده. فبصراحة لما شفتها انا كان ليا نظرة في الناس، فقلت عشان كده الراجل كان شايف ان الموضوع عادي ان انا ادخل في بيته، شايف بقى يعني مراته عاملة ازاي، وفي نفس الوقت واضح ان مراته دي هي صاحبة الكلمة وهي صاحبة القرار في البيت، مش هو ابدا. المهم اول ما دخلت قالت لي ادخل، البنت مرمية جوه عندك في الأوضة، ادخل لها. كلمت بطريقة مش أحسن حاجة على بنتها، فعرفت كمان إن هي ممكن تكون ست شديدة مع بنتها. دخلت للبنت وكان واضح عليها تعب ومرض شديد، بس بالرغم من كده كانت البنت غاية في الجمال، كانت جميلة جدا، وكان للأسف عندها جرح كبير وكان محتاج غيار بشكل يومي وبطريقة كمان احترافية، لأنه كان بطول الفخذ كله وكان جرح عميق. أنا في البداية طمنتها وقلت لها ما تقلقيش، وبدأت معاها الغيار. بس لاحظت وانا بغير لها ان لقيت فيه دود ابيض على الجرح، فده احيانا بيحصل، بس ليه اصلا حصل؟ فسألتها قلت لها هو انتي اخر مرة غيرتي على الجرح ده امتى؟ قالت لي من حوالي اسبوع. قلت لها ياه كل ده كده بقى بالفعل حصل تعفن. قلت لها انت ما ينفعش، انت لازم تغيري يوميا او بالكتير قوي يوم ويوم. فلما بقول لها كده لقيتها بتعيط وبتحاول تكتم صوت عياطها علشان امها بره ما تسمعش ان هي بتعيط، وراحت مفاجئاني وقالت لي الغيار غالي علينا ومحدش هيدفع تكلفة كل يوم غيار. قالت لي ده لولا ريحة الدم ان هي طلعت وظهرت ما كانتش امي هتجيبك تغير اصلا الجرح. فقلت لها ازاي الكلام ده، انت مصعبتش عليها؟ طب قولي والدك مش موجود طول الوقت في البيت، لكن والدتك ازاي سايباكي كده؟ قالت لي دي مش امي، دي مرات ابويا، وكل كلامها بيتنفذ بالحرف الواحد. وقالت لي كمان ان هي شافت ذل معاها من يوم ما عملت الحادثة، وترجتني وطلبت مني طلب، قالت لي لو ينفع كل يوم تجيلي تغير لي على الجرح ببلاش، واقسمت ان ده هيكون دين في رقبتها. قالت لي لما اقوم واقف على رجلي اوعدك ان هسدد لك الدين ده، بس ارجوك اقف جنبي في محنتي. انا سرحت كده وبصيت لها وفكرت كتير، بس بعد ما فكرت وافقت، قلت لها خلاص ماشي مفيش مشكلة. البنت فرحت جدا وابتديت في ان انا اغير لها على الجرح، ووعدتها كمان ان هجيلها كل يوم اغير لها. واسمع بعد كده خبر بعد حوالي شهر بعد ما سبتها، الخبر انتشر في البلد بسرعة كبيرة ان في بنت رجليها اتقطعت وهي ما استحملتش اللي حصل لها ده وماتت بعدها باسبوع. فانا لما سمعت الخبر كنت متأكد ان هي البنت دي. بيني وبينكم طبعا زعلت عليها، لكن برضو من جوايا ما كانش ينفع الوم نفسي، لان هي اللي رفضت ان انا اكمل لها الغيار واكمل معاها. المهم في اليوم ده انا كملت يومي بشكل طبيعي وروحت بيتي بعد الشغل عشان ارتاح وتحصل ليا الاحداث اللي انا جاي احكيها لكم. بالليل يا جماعة معرفتش انام ابدا، كانت نبضات غريبة ومؤلمة في رجلي اليمين، لدرجة ان انا كنت بقوم من كتر التعب موجوع بايدة ادلكها وكده، لكن كنت حاسس ان هي تعباني جدا. فتاني يوم في المستشفى رحت كشفت، الدكتور قال لي ده اجهاد شديد ولازم ترتاح، ممكن منمشي كتير. خدت منه الكلام وخلاص، ويوميها روحت بيتي في الليلة التانية بقى.
حلمت بحلم غريب جدا. حلمت ان رجلي عفنت لدرجة ان كان فيها دود بياكل فيها، ومن بشاعة الحلم صحيت مفزوع. فقت كده، ولما صحيت حسيت ان في زي خيال اسود كده او حاجة بتعدي بتدخل تحت السرير. انا بصراحة اتسمرت في مكاني، مبقتش حتى قادر اقوم من مكاني اشوف ايه ده، لدرجة اني خبيت وشي زي الاطفال كده بالبطانية ونمت. ما كانش عندي الجرأة ان انا اشوف ايه اللي حصل ده او ايه اللي دخل تحت السرير. ولكن بعد ما صحيت كانت كل حاجة طبيعية، لكن كان في مازال تقل في رجلي اليمين، وكان التحكم فيها صعب وغريب. لكن في اليوم ده فضلت وقررت ان انا هقعد في بيتي، لا عايزة اشوف حد ولا عايزة اخرج من البيت، لدرجة اني بقيت اخاف كل ما الليل يجي عليا، لان الاحداث بقت غريبة وكل يوم يحصل الاغرب. قررت يومها اني ما نمش وفضلت صاحي، ما انا مش حمل كوابيس تاني. لكن النوم غلبني، وفجأة سمعت صوت حاجة بتهمس في ودني بتقول: هو انت نمت تاني؟ كان المفروض ما تنامش ابدا. الصوت ده فزعني لدرجة ان قمت مخضوض وقلبي بيدق بعنف، ولمحت حاجة مش مفهوم ليها اي ملامح. وقبل ما استوعب ده لقيت الحاجة دي عضتني في رجلي كأنها أنياب حادة وغرزت. صرخت بصوت عالي ونطيت من مكاني. قمت فورا وفتحت النور، لكن ما لقيتش حاجة، بس بصيت على رجلي لقيت لون أحمر أثار لحاجة، لكن ما فيش لا دم ولا جروح. ونمت بعدها بدون كوابيس. ولما جيت أقوم ما قدرتش، حاولت تاني مش عارف. بصيت على رجلي لقيتها مزرقة وورمة وألم شديد قوي. اتصلت على زميل عشان ياخدني للدكتور، ولما رحت وكشف عليا كتب لي علاج بالفعل. والعلاج ده قال لي استمري معاه، مع الوقت الورم ده هيقل. وفي خلال 24 ساعة الورم ده يا جماعة ما قلش، وصل للركبة ورجلي بقت أضعاف حجمها. رحت للدكتور تاني فورا، قال لي لأ، ده كده اتجمع فيها مية وسوائل وصديد كتير، ولازم تدخل عملية فورا تنظف الصديد ده. بالفعل اتحجزت في المستشفى وعملت عملية وخرجوا كمية صديد غير طبيعية، لكن الحمد لله اتنضفت وبقيت كويس ورجعت على بيتي ونمت من التعب. بس لما صحيت فوجئت بنفس الورم تاني، لدرجة اني شكيت اني دخلت عمليات اصلا. جريت على الدكتور، قال لي ده رجلك لسه مفتوحة، وعملية تاني هتعمل مشاكل كبيرة لان الجرح لسه حي، فلازم نستنى على الاقل 3 ايام وكمل على الادوية دي تاني. ففعلا كملت على الادوية، لكن كان كل ساعة الورم بيزيد لدرجة ان وصل للفخذ، والألم بقى فوق الاحتمال، مش قادر استحمله، ومبقتش عارف اتحرك تماما. حرفيا 3 ايام كانوا جحيم عليا قضيتهم في حياتي، لحد ما اخيرا خلصوا ورحت للدكتور على امل ان هي تنضف. وهناك اداني الخبر اللي غير كل حياتي للأسوأ ودمرني. صدمني ان هو قال لي لا مش هينفع، ده احنا لازم فورا نعمل عملية بتر وقطع لرجليك وفورا، لان كده هيحصل تسمم وهتموت. انا لما سمعت الخبر ده دخلت في صدمة، وبعدها ب6 ساعات فقت على كابوس. رجلي اتقطعت، بقيت من غيرها. فضلت اصرخ بسبب قهرتي، احساس بشع ومرعب. حياتي اتدمرت ووقفت فجأة. تخلص الحكاية على كده؟ لا، خليكم متابعين. على الرغم من ان انا بقيت خلاص عاجز ومش قادر اتحرك من مكاني، وبرغم القهر والوجع والدمار، اللي يا جماعة رجعت الاحلام ليا تاني وبنفس التسلسل. بس المرة دي ايه بقى؟ في رجلي التانية. طبعا لما خرجت من المستشفى عرفت ان اصحابي دفنوا رجلي في المقابر بتاعتنا، خلاص رجلي اتدفنت. بس الاحلام اللي كانت بتجيلي كانت بتيجي على رجلي التانية، يعني انا لو استسلمت هتتقطع هي كمان. وجات لي رسالة في منامي بتقول اني لازم اقدم رجلي قربان، رجلي اللي هي اتدفنت. طبعا انا شفت المنظر ده في نص الليل، خدت مفتاح المقابر ورحت بالرجل السليمة وبالطرف الصناعي، فتحت القبر ونزلت وطلعت منه رجلي اللي كانت شبه خلاص متحللة، بس كان لازم اوديها لقبر البنت، لازم. وبقيت اشوف القبر ده في احلامي اكتر من اي حاجة تانية. عملت كده
ووقفت قدام قبرها وما حسيتش بنفسي، لقيت نفسي بصرخ وبقول لها ان دي رجلي اهي وكفايه اول حد كده. ومن كتر صراخي وبكائي حارس المقابر جه ومسكني، ولما شاف رجلي معايا قال لي ان انا بسرق الجثث وخدني وسلمني للقسم. وهناك في القسم استغربوا من افعالي وليه ادخل القبر بالطريقه دي. بصراحه هنا اضطريت احكي الحكايه كامله. انا متحرش، ايوه متحرش زي ما انتوا بسمعتوا، وبعمل كده في البنات المريضة اللي بغير ليهم على الجروح، ومن زمان وانا فيا العادة دي. ولما رحت للبنت دي عملت فيها كده مرتين. البنت في الاول كانت خايفة ومخضوضة، ولما واجهتني ساومتها، قلت لها انا هغير لك ببلاش مقابل ان انت تسيبي لي نفسك. بس البنت صارت وصعبت عليها نفسها، ابوها من ناحيه ومرات ابوها من ناحيه، ودلوقتي هنا الممرض حسبنت عليا ورفضت. فانا سبتها ومشيت، وسبتها لجرحها لحد ما عفن ورجليها اتقطعت وماتت بسببي. وكنت فاكر ان كل حاجه انتهت، لكن اللي زيي استحاله اموره تعدي كده بسهوله. انا زي الشيطان اللي زيي ما رحمش بنت مسكينه، بنات مسكينة بالفعل، بنات بتتوجع وما اتعظتش من مرضهم وقررت انك تنتهج جسمهم الضعيف. الضابط ساعتها بصق عليا لما سمع الحكاية وقال لو بإيدي أعدمك، لكن للأسف مفيش تهمة والبنت ماتت خلاص. لكن يا ويلك من حساب ربنا بتشلك في الآخر. اللي بيتحرش ببنت في مواصلات او بطفله وانت عارف ان مفيش عقاب دنيوي، بس اعرف وقتها ان عقابك في الاخر اتقل واثقل من اي جريمه تانية، لان اللي هيحاسبك في الوقت ده هو رب العالمين. وبقيت يا جماعه عايش زي المجانين طول الوقت، كوابيس مره هلوس مره، وبقيت اعمل في نفسي حاجه بيها ان انا اقدر ادمر ذكورتي، لان حاسس ان هي السبب في اللي انا فيه. انا حكايتي بقولها لكم علشان تكون عبرة وعظة لأي حد. ما تتعداش على حد ضعيف وتحكم في شهواتك، لان عقاب ربنا دايما اصعب مما تتخيل. والحكاية اللي انا بحكيها لكم دي حكاية حصلت بالفعل، احداثها حقيقية. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنوني في حلقة جديدة وقصة جديدة.